رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في تصريح أكد أنه ممنوع على أي أجنبي تدريب المنتخب الفلسطيني باستثناء التوانسة والجزائرية. هذا لا يخضع للنقاش. احنا بالقانون عندنا ممنوع يستخدموا أي مدرب أو فني مش وطني فلسطيني، يستثنى من ذلك الجنسية الجزائرية والتونسية. لما لكم من تقدير ومكاني وهامش في وعي كل الفلسطينيين، وكل التحية وكل الحب لكم. تصريح متاع رئيس الاتحاد الفلسطيني يأكد حب الفلسطينيين للتوانسة والجزائرية. المنتخب الفلسطيني اللي مذكر آخر مقابلة لعبها على أرضه بين جماهيره كان نهار 15 أكتوبر 2019 ضد المنتخب السعودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. 6 سنين ومنتخب الفدائي بعيد على بيته، على جمهوره، على النشيد الوطني من المدرجات اللي إن شاء الله على قريب فلسطين ترجع لها أياماتها الزينة. في العامين الأخرانيين توقفت الرياضة في فلسطين بسبب الحرب من الكيان الغاصب، واللي عرفت فلسطين خلالها وفاة 467 شهيد من لاعبي كرة القدم، 949 شهيد من الحركة الرياضية، و289 منشأة دمرت كليا أو جزئيا. رحم الله كل شهداء فلسطين.